صباح الخير، صباح الورد، صباح يوم جديد مليان تفاؤل وطاقة إيجابية وأمل مع الناس اللي باحبها جدًا، عيلتي التانية. يا رب يديمكم نعمة في حياتي. زهقتِ، قرفتِ، هتطقي، أيوه هتطقي اللي أنا باقول عليها دي، عايزة تطفشي، هو ده حالنا كلنا. طول النهار بنصوّت، وطول النهار بنقول ارحمونا، وهُم ما بيرحموناش، سواء العيال أو أبهاتهم كلّهم زي بعض. وحطّي بقى عليهم كمان لو أنتِ مسؤولة عن حد تالت كمان معاهم بقى، يعني غير ولادِك وغير زوجِك، حماتِك مثلًا أو والدتِك، فخلاص بنحس إن إحنا خلاص ارحمونا، ارحمونا إحنا هنتجنن خلاص. الفيديو بتاعي النهارده أنا زوجة عادية زيكم بالضبط، طالع عيني طول النهار باصوّت، صوتي الرقيق الهادي دوّة بيتحوّل وبابقى أمنا الغولة معاهم، وبابقى يعني الناس عايزين يقولوا لي: "أنتِ أميرة؟ أنتِ أميرة اللي بتكلمينا؟" أقول لهم: "أيوه أنا العفريتة التانية اللي بتتحوّل." بسبب العيال. عملت إيه النهارده في الفيديو دوّة علشان أحاول أخرج من الضغط اللي أنا فيه. خلّيني متّفقة معاكم كده في البداية، بس طبعًا بعد ما تشتركي في القناة علشان نكمّل الشروط بتاعة اليوتيوب إن شاء الله، وتسيبي لي لايك وتسيبي لي بقى كومنت تعرّفيني عليكِ وتعرّفيني إنجازاتِك يعني الصوات اللي بتصوّتيه في اليوم مع أولادِك بتعملي إيه معاهم. خلّينا متّفقين مع بعض بكل مصداقية إن لا مفر من اللي إحنا فيه. ولازم نسعد نفسنا بنفسنا، ولازم نخطف كده ونسرق لحظات سعادة نعيشها مع نفسنا. وهو ده اللي أنا عملته النهاردة في الفيديو بتاعي. اسعدي نفسك بنفسك علشان انت تستحقي ان انت تبقي سعيدة، عشان بكل المجهود اللي بنعمله في حياتنا نستحق ان احنا نتبسط ويجيلنا لحظات سعادة. اليوم بتاعي بدأ زي ما انتوا شفتوا الساعة 8 الصبح. قررت اصحى النهاردة مش عشان اروق، مش عشان اي حاجة خالص، انا قررت اصحى بدري علشان اسعد نفسي. أسعد نفسي بسجادة الصلاة بتاعتي وأنا باعطّرها كده سواء ببرفان وسواء بمُعطِّر، وأنا باصلّي وأنا بادعي ربنا يرضى عني كده ويكرمني. وبُصّوا اللي هو فترة مع نفسي كده باخلو بنفسي مع ربنا كده أدعي، أتمنى، أحلم، أقرا قرآن، كل حاجة بتبقى حواليّا. بدأت الفيديو إن أنا نضّفت الصالة معاكم مش علشان إن أنا لازم أنضّفها، لأ علشان أحُط يعني أستمتع بالوقت اللي أنا قاعدة فيه في مكان نضيف. خلّصت الصلاة بتاعي والأذكار والقرآن في ريحة جميلة ومكان نضيف كده، وتمنيت ودعيت كل حاجة لربنا. دخلت كنت لازم برضه أعمل لنفسي فطار يحسسني إن أنا إنسانة، إن أنا عايشة، إن أنا مش لازم كل يوم أصحى عشانهم، علشان أعمل لهم، علشان أفطّرهم، لأ أنا ممكن أصحى عشان أدلّع نفسي. دخلت عملت فطار معاكم النهارده حاجة مختلفة وجديدة، وفي نفس الوقت في إمكانيات البيت، كل بيت مصري، ما حاولتش أعمل أي حاجة إن أنتِ تشتريها من برّه علشان ما حدش يقول لي يا أميرة أنتِ عايشة في الأحلام. جبت بضاية، وجبت حتة طماطماية صغيرة وحتة فلفل صغيرة، وقطعتهم وحطيت حتة زبدة أو حتة سمنة في الطاسة زي ما أنتم شايفين، وبهرت البيضة بس بفلفل وكمون وملح. وشُفتوا زي ما أنتم شُفتوا كده نزلت بالطماطماية والفلفل، وبعد كده نزلت عليها بالبيضة الأومليت عادي جدًا، جدًا. هاعمل إيه بعد كده؟ رغيف عيش عادي جدًا، ولا هاقول لِك عيش اللي هو التورتيلا دوّة ولا عيش شامي ولا أي عيش، عيش عادي رغيف عيش في الفريزر بتاعِك طلّعيه. قُمت أنا عشان تصوير، أنا باكلمكم بكل صدق، علشان تصوير أنا شِلت كده الوش بتاع العيش هاستخدمه بس، وهنا حطيت شوية موتزاريلا. عايزة تستغني عنهم استغني، بس للمصداقية بتدّي طعم حلو جدًا، هي اللي بتدّي الساندوتش ده نقلة تانية، بتخلّيه في مكان تاني. ووش العيش كده حطيته زي ما أنتم شايفين كده على الأومليت وضغطت عليه علشان يمسكوا في بعض. بس عايزة بقى المصداقية اللي باكلمِك عليها كأم يعني وهتفطر وبتدلّعي نفسِك كده وعايزة تبقي فطرتِ وشبعتِ كده مبسوطة، حطّي الرغيف كامل، نفس اللي أنا عملته بس حطّي الرغيف كامل ما تشيليش الضهر بتاعه، علشان تبقي شبعتِ، ما مش بعد ما تاكليه تحسّي إن أنتِ إيه، عايزة تاكلي تاني، تمام؟ وبعد كده بقى سِبته زي ما أنتم شايفين كده باحمّصه من ناحيتين. أنا في الوقت ده على فكرة كان ممكن بكل سهولة أحطّه في التوستر الساندوتش ميكر اللي عندي، هيتعمل في لحظة واحدة وهيبقى شكله أفضل من كده وهيبقى يعني هيتحمّص حلو جدًا. بس أنا حاولت على قد ما أقدر إن أشارككم فيديو إن أنتِ تستمتعي فيه وبكل حاجة في البيت، مش هاقول لِك أي حاجة من برّه، وكوباية شاي عادية جدًا هتضبط الدماغ يعني إيه بالنسبة إن إحنا صاحيين بدري، يعني هتخلّينا كده إيه، اللي هو إيه، دماغِك رايقة. نايمة متأخر جدًا ومش هاقدر أصحى يا أميرة قبلهم عشان أبسط نفسي، لأ يا ستي أنا عن نفسي كنت في اليوم دوّة نايمة الساعة 4:00 وصاحية الساعة 7:30 صحيت عشان أبسط نفسي، هانام ساعة تاني بس بعد أمّا أحس إن أنا قعدت مع نفسي، قعدت مع ربنا،
انبسطت بجد، حسيت بهدوء كده في أعصابي، يعني كل ده بيفرق في حياتنا والله العظيم. حاجات بسيطة كده لازم نعملها. مش هنكدب على بعض ونقول إحنا هنرتاح وهنسافر ونسيبهم أو هنروح نتفسح من غيرهم، مش هنعرف نعمل أي حاجة من الكلام دوّة. كل اللي هنقدر نعمله إن إحنا هنخلو بنفسنا بس كده شوية وهُم نايمين علشان نبسط نفسنا. خلّصت اللي أنا عملته كلّه، ارتحت نفسيًا. صحيح بعد كده طول اليوم أنا شاركتكم الشغل بتاعي طول اليوم، ما قعدتش صحيح بقى طول اليوم واتدلّعت وكل حاجة، في شغل عملته وبيتي وكل حاجة ومسؤولية على دماغي، بس كنت مرتاحة نفسيًا، حاسة إن أنا يعني إيه، عملت حاجة تريحني أنا في الأول، صحيت في يوم هادي كده حتى لو بعد كده هيبقى في زن وأطفال وقرف، بس أنا مرتاحة في بداية اليوم بتاعي. هو ده اللي قررت أدلّع نفسي فيه، هو ده روتين الأم اللي متحمّلة مسؤولية البيت والأولاد. بعد كده دخلت على روتين بيت عادي جدًا. كنت أنا قبل ما أنام بالليل جايبة البيض دوّة مشترياه وحطيته كده زي ما هو، فقُلت خلاص تاني يوم كده أمّا خلّصت بقى كل الحاجة اللي أنا نِفْسي فيها بجد وكنت مرتاحة كده ومبسوطة، قُلت خلاص بقى أشوف الحاجات اللي ورايا. في الوقت ده بقى كنت يعني إيه، نِفْسي أولّع البخور جدًا، جدًا، بس يعني مش عارفة أولّع البخور ليه. تعالوا بس أكلّمكم على اللحظة دي الأول. شايفين دلوقتي الساعة 11:00 أنا اللحظة دي أنا ما باشوفهاش إلا كل يوم في الوقت ده. اللحظة بتاعة شايفين الشمس ده، الشمس اللي قدامكم دي، أنا باحب الشمس جدًا وفكرة إن هي تنوّر البيت، بس للأسف علشان أنا دور تاني مش باشوفها أصلًا، يا دوبك 10 دقايق ربع ساعة كده كل يوم الساعة 11:00 لو حسيت بيها في الشباك كده أو قعدت تحتها أو مديت إيدي كده أستمتع بجمالها بجد، بجد. نعم ربنا لا تحصى والله. الشمس دي حاجة يعني حاجة جميلة. فأنا في اللحظة دي قعدت استمتعت بالشوية دول. وبعد كده بقى حماتي كانت صحيت هي في الوقت ده، كان لازم الغرفة بتاعتها محتاجة نضافة، عشان إحنا عارفين إن إحنا ماشيينها كده سلسلة تنضيفات في الشقة. فأنا قُلت مش حابة أطوّل عليكم الفيديو النهارده مش فكرة إن أنا روتين وأقعد أنضّف ونعمل. أنتم عارفين تنضيفاتي، الناس اللي متابعاني والناس الجديدة لو عايزة تعرفي طريقتي في التنضيف إن شاء الله أنا واثقة إن هي تعجبِك، شوفي فيديوهات تانية هتلاقي سلسلة تنضيفات ليّا في القناة كتيرة جدًا. حبيت إن أنا بس أوريكم شكل الأوضة شكل الغرفة قبل وشكلها بعد. نضفتها هي كمان كده ورتبتها. وفي الوقت ده بقى كانوا هم خلاص صحيوا كده من النوم، فكنت خلاص أستمتع باللحظة اللي أنا كنت مفتقداها الصبح، إن إحنا نعمل بخور. ومن ساعة بجد ما جبت الفحم دوّة وأنا سعيدة أوي. مش عارفة إزاي أنا قعدت شهرين كده يعني حارمة نفسي من إن أنا أشم ريحة البخور دي في الشقة. الروتين ده متصور يوم الجمعة، يعني ما شاء الله اللهم بارك كان ساعة صلاة الجمعة، وفي نفس الوقت البخور كده معمولة في الشقة. وأنا في الوقت دوّة عملت البخور معاكم كده. صحيح ما خرجت من المطبخ بالبخور معاكم، إن أنا ما فيش يا دوبك بس غير الصالة أو غرفة أولادي اللي دخلت فيها، بس خارج التصوير أنا يعني لفيت في الشقة كلها، لفيت بخّرت الشقة كلها. يعني إن ربنا كده يكرمنا بجد، ربنا يبعد عنا كل عين شر، كل عين حاقدة، كل عين حاسدة، كل عين ما بتتمنالناش الخير. ومش أنتم طبعًا خالص، أنا باحبكم جدًا، ودايمًا عندي ثقة بالله إن الناس اللي في القناة دي وبيبينوا لي كده في الكومنتات على فكرة وفي اللايكات بتاعتهم وفي إن هُم بيشوفوا فيديوهاتي، إن الناس في القناة دي بيحبوني بجد، بيحبوا أميرة وبيتمنوا لها الخير. أنا باتكلم عمومًا يعني في حياتنا يبعد عنا كل حاجة وحشة أنا وأنتم. خلّصنا كده بقى اللحظات الجميلة دي وكانوا ولادي صحيوا. في الوقت ده على فكرة أنا فطّرتهم ونمت ساعة، الصراحة، ونمت ساعة أو ساعة ونُص كمان. صحيت بقى حضّرت لهم في اليوم ده غدا سريع كده، اللي هو ما كنتش قادرة أنزل، يعني اللي هو عايزة أنزل أشتري طلبات علشان مثلًا أعمل غدا وأنا مش قادرة أنزل، فقُلت عادي أنا الجيش بيقول لنا اتصرّفوا وأنا أقدر أتصرّف عادي. لقيت عندي 4 قطع فراخ في التلاجة جاهزين كده، خلاص حطيتهم على طول يستووا. وعملت شوية رز بشعرية، وعملت شوية شوربة خضار بس دي ما صورتهاش معاكم، وعملت شوية ملوخية كانوا متفرّزين عندي كده. واليوم عدّى والحمد لله دائمًا وأبدًا، والحمد لله يا رب على نعمك التي لا تحصى. واتغدينا ويا رب يدومها نعمة ويحفظها من الزوال، وخلاص اليوم عدّى على كده.
خلّصنا الغدا في الوقت دوّة، ما كنتش بقى خلّصت الغدا، يعني كنت باعمل كده اللقطات اللي أنا باخدها معاكم دي باخدها من جزء لجزء، يعني أنا باخلّص مثلًا الرز حطيته يتنشف كده على النار، قُمت دخلت بعد كده على الغسالة بتاعتي أطلّع الغسيل، الغسالة طلعان عينها اليومين دول مش مبطّلة بجد، عايزة تقول لي ارحميني يا أميرة أنا هاقدّم فيكِ شكوى، يعني مش بس أعمل إيه والله غصبٍ عني، خارجين من هدوم عيد وتغيير فرش في الشقة ملايات، وملابس شتوي بقى بتقعدي تصفّي في الفترة دي، إحنا في الفترة دي بنقعد نصفّي بقى الشتوي خلاص اللي في الشقة بنغسله كده علشان نشيله، كل دوّة شغّال على الغسالة، شِلت دورة كده منها ملابس خروج بتاعة أولادي بتاعة العيد ولبس اللي كنا مسافرين بيه، حطيت مكانه برضه دورة غامقة برضه لبس خروج، وحاجات برضه يعني باحاول زي ما أنتم شايفين تنسيق الهدوم اللي أنا باعملها ده تنسيقي في الهدوم، الحاجات الغامقة الكحليات مع بعض، الحاجات الحمرا هتلاقوها مثلًا شِلتها على جنب هتبقى دورة تانية، الفواتح مع بعض، اللبس البيتي العادي بيبقى مع بعضه، الملايات الفاتحة مع بعضها، ده تنسيقي في ترتيب الهدوم. هنا خرجت برضه شِلت الملابس من على الحبل، وزي ما أنتم شايفين باقول لكم بقى إحنا الفترة دي بنصفّي الشتوي خلاص وهنرتاح، أنا باحب الصيف، أنا شخصية صيفية، باحب الصيف، حَر وناس هتقول لي حَر يا أميرة وقرف وحاجات كتير، أنا عارفة اللي أنتم عايزين تقولوه والله، بس الصيف بهجة، الصيف باحس فيه بالحياة، بالبلكونة المفتوحة، بالريحة بُصّوا الهوا اللي داخل من البلكونة كده غير الشتا خالص والقافلة علينا وحاجات كتير. عايزة بقى أطلب منكم طلب، لو وصلتِ معايا للمرحلة دي وزي ما اتعودنا مع بعض نصلّي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وعايزاكِ تسيبي لي comment جميل كده بقى في الكومنتات عشان أنا بابقى سعيدة جدًا وأنا باقرا كومنتاتكم بجد، بجد والله، أنتم كمّلتوا لي جزء كبير في حياتي، بقيت أحس إن سعادتي بتكمل، أجمل وقت باعيشه وأنا باسجّل معاكم الفيديو وأنا باتكلّم معاكم، باحس إن أنتم أشخاص واقفين قدّامي، أنا باكلّمكم وسامعينّي وبتردّوا عليَّ، علشان كده باستنى الكومنتات بتاعتكم عشان باحس إن أنتم في الكومنت بتردّوا عليَّ، إحنا يا أميرة أهو موجودين، يا رب يديمكم نعمة في حياتي. نشرت بقى شوية الغسيل، في الوقت ده بقى خلاص كنت زوّدت الرز بتاعي وخلاص هنتغدى، قُلت بقى إيه أغسل الطبقين اللي في الحوض كده علشان يبقى مطبخنا نضيف، شقتنا نضيفة، الشقة كلّها ولله الحمد اللهم لك ألف حمد كلّها نضيفة ومرتبة، ما عدا الreception الصراحة كده اللي هو إيه نُص، نُص عايز يتنضف تنضيفة تمام كده، هنعمله مع بعض اليومين الجايين، وعلشان في موضوع مهم جدًا، جدًا عايزة أكلمكم فيه، خلاص هاتكلم فيه معاكم. إن شاء الله اليومين الجايين هننضّفه مع بعض. خلّصت بقى المواعين ديّة وغسلتها ونضّفتها ويعني إيه، هنحطها تتصفّى كده وبعد كده بقى إيه، اليوم بتاعي بقى إيه، كنت في اليوم دوّة عايزة أنزل شوية الصراحة بقى، كنت عايزة أكمّل بقى الانبساط اللي أنا فيه، قُلت خلاص يبقى أنا بما إني بقى خلّصت شغل البيت وانبسطت الصبح، أكمّل انبساطي، أخرج أتمشى شوية أو أشرب عصير، أشرب كوكتيل، أقف في أي مكان كده شوية يعني أكمّل اليوم بتاعي، بس زوجي جاب لنا فراولة، خرج وجه جاب لنا فراولة وموز، وبما إننا عيلة بنعشق الفراولة والموز. والبطيخ، إحنا حطّونا كده في أوضة مليانة فراولة وموز وبطيخ بنحبهم جدًا، يعني ممكن عادي آكلها بصفة يومية، فقُلت خلاص العصير اللي كنت ناوية أشربه برّه، كلّنا هنشربه مع بعض في البيت، خلّصت اليوم بتاعي بقى على كده، وقفت خلاص بالليل أعمل بقى الفراولة وما تعرفوش حظي دايمًا في الفراولة دي مع ماتش الأهلي، كأن أنا مضبّطة كل يوم ماتش الأهلي كوباية الفراولة أو البطيخ، ما عشان تعرفوا إن أنا عندي روح رياضية عالية جدًا، 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 باشجّعكم، بس أنا الصراحة حاليًا باسجّل صوت على الفيديو والماتش كان في آخره خلاص كنت الأهلي جايب 1، مش عارفة هو يخلص على كده والّا أنتم هتتعادلوا والّا هتنغلبوا والّا إيه اللي هيحصل، يعني ربنا يوفّق الأهلاوية علشان ما يزعلوش منّي. وقفت بقى هنا بُص كنت بالعب هنا الصراحة، باورّيكم شكل الخلاط من جوّه ومن برّه، قُلت إيه بقى أعمل لكم أي حاجة في الفيديو كده، زوجي في الفترة دي كان هو اللي بيصُب لي الفراولة، أنتم عارفين بقى أمّا ربنا بيهديهم لنا كده ويقرروا يقفوا معانا في المطبخ يعملوا معانا أي حاجة، يا رب يهديهم لينا، وكده الفيديو خلص، استنوني الفيديو الجاي، باي باي.